صديقي العزيز، مواطن الشارع البسيط، وانت ماشي في الشارع ممكن تسمع أصوات عالية من بيت من بيوت الشارع. ده غالبا هيكون صوت خناقة زوجية، بس لسه متطورتش للوصول للمحكمة. طبعا هتلاقي صوت حريمي بيقول بصوت عالي: لا، دي الشقة من حق الزوجة يا حبيبي. كتير مننا مش فاهم الجملة دي وايه هو مدى تطبيقها. يعني ازاي وامتى تكون فعلا الشقة من حق الزوجة؟ هنقدر نعرف ما يخص شروط تمكين الزوجة من المسكن الزوجية مع محامي الشارع. معاكم مع علي الجمال وأحمد كمال. كان المعمول بيه إن الست كانت بتروح للقسم أو المركز وتعمل محضر بالتمكين من المسكن الزوجية، وبعد كده المحضر بيتعرض على النيابة الجزئية، واللي بدورها بتعمل مذكرة وترفعها للسيد المستشار المحامي العام، فبيقوم سيادته بفحص الأوراق والمستندات وبيدي القرار يا إما بالتمكين أو برفض التمكين وحفظ المحضر. بص يا ستي، لو اتطلقتي او انت لسه عايزه تطلقي، اكيد في ناس كتيره بتقولك ان الشقه من حق الزوج. بس لو العلاقه الزوجيه ما زالت قائمه، قانون التمكين هيطلع بالمشاركه. اما لو الطلاق تم، قانون التمكين هيبقى ليكي انت لوحدك والعيال. الكلام ده كان بيحصل قبل إصدار سيادة المستشار النائب العام للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2022، اللي سهل على طلبة التمكين إجراءات استخراج قرار التمكين، وده إنه خلاها تروح على طول على النيابة بدل ما كانت بتاخد اللفة اللي حكيناها في الأول دي. مين؟ افتح الباب. لما يجي راجل البيت. انا راجل البيت يا ناصر. ده كان زمان، الشقة دلوقتي مش بتاعتك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مش هتقدر تعتبها، الشقة من حق الزوجة. صديقي العزيز، أرجوك ما تنساش تبص على المصادر، هتلاقيها عندك تحت الفيديو في وصف الحلقة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تتابع كل حلقاتنا الجايه من برنامج محامي الشارع. نشوف بعض على خير الحلقه الجايه. كان معكم علي الجمال واحمد كمال.